السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني متتبعي قناة يومية فلاح. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش الطريقة اللي نحوضوا فيها على الأشجار. ولكن قبل ذلك خصنا نعرفوا شنو هو التحويض على الشجر. فالتحويض على الشجر هي أننا كنعملوا واحد الكومة من التراب، كتكون دائرية حول ساق الشجرة، من أجل لأن الفترة ديال الشتاء منين كتسقط الشتاء كتجمع الماء في هذا المكان هذا وكتستافد منه الشجرة. ولكن واش هكا كيكون التحويض على الشجرة في هذا المثال ديال شجرة الزيتون؟ بطبيعة الحال فهذه الطريقة خاطئة. وهنا غنشوفوا تاني الطريقة اللي كيستعملوها الناس بزاف الفلاحة، ملي كيكونوا مثلا يبغيو يسقيو كذلك باش تجمع لهم واحد الكمية كافية من الماء. فالطريقة هي على التحويض فهي طريقة خاطئة أيضا. ولكن ما هي الطريقة الصحيحة للتحويض على شجر الزيتون مثلا في هذه الحالة؟ إذن الطريقة الصحيحة للقيام بعملية التحويض على شجر الزيتون وهي كالآتي. أول شيء كنقوم به هو أننا كنقشوا على جنبات الشجرة باش نسمحوا للتربة أنها كتنفس مزيان وكتولي ذات مسامية مرتفعة، يعني أنها تولي ما كتكونش قاصحة، كتولي هشيشة، باش من أجل السقي أنها دغيا كتشرب الماء، وفي نفس الوقت عملية تبادل الغازات الأكسجين وكذلك الكربون كتتم كذلك بسلاسة. ثم بعد ذلك كنقوم بتكديس التربة حول شجرة الزيتون كما هو مبين في الصورة. ثم بعد ذلك نقوم بإنشاء دائرة حول الشجرة بحجم الشجرة كما تشاهدون. آخر غصن ممتد يكون بمسافة الدائرة على نفس المسافة، لأن جذور الشجرة تكون في التربة تكون بنفس الشكل تقريبا كما هي خارج فوق التربة، وذلك لكي تستفيد الشجرة من الماء بنسبة كبيرة، لأن من نقوم بالسقاية ديالها فالغصن لأنه محمي بالتربة ما غاديش يتبلل، ما غاديش تقص الرطوبة، وبذلك نمنع عنها أمراض في الساق. وفي نفس الوقت الماء الذي يكون في هذه المسافة هذه منحصرة، سواء بسقينا بالغمر أو بالجوتاجوت، فالأشجار أو الجذور فهي تكون في ذلك المكان تكون قوية وذات امتصاص سريع. على غرار الفكرة المتداولة السقي بجانب الساق، فالجذور بجانب الساق تكون صغيرة وذات امتصاص ضعيف وغير قوية، لذلك فأحسن شيء هو القيام بهذه العملية لتكون عملية السقي جيدة. وإلى هنا نأتي على نهاية هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة واحدة، والسلام عليكم ورحمة الله.